كائن متوحش وبتاكل اي حد. وده العامل اللي شغال مع ليليان. كان بيكب الزبالة ولكن الزبالة اتملت فيها صراصير وقتلته. واليزابيث بتروح لريتشارد في بيته وبتحصل بينهم علاقة، ولكن الصراصير تدخل البيت. وهومر بيجري يشوف جيل ويلاقيه متقطع حتت بسبب صراصير. ودي بينينجتون وبنتها بتودي لها الأكل، ولكن بنتها مش بتعبرها، مش بتبقى سامعاها وبتموت بالصراصير برضه. وإليزابيث بتقول إن في حاجة غريبة وكمان ريتشارد هيروح بسرعة لهوارد الدكتورة اللي تسببت في إن كل اللي في الجزيرة يموتوا بسبب الصراصير المتوحشة. وطبعا ليليان هنا بتحارب في البار بتاعها الصراصير، ولكن بيتغلبوا عليها. هوبر هنا صاحب ريتشارد بيحاول يعمل مادة تموت الصراصير، ولكن بيته بينفجر بسبب البنزين. بيدخل ريتشارد يدور على ليليان، بيلاقيها ميتة في التلاجة بتاعتها. وهومر بيروح له، ولكن بيركبوا هما الاتنين العربية وبيروحوا لهوبر الدكتورة اللي وراها السر الغريب ده. وبيكتشفوا ان هي سبب الكائن الغريب اللي اتحول وبقى متوحش وبيموت كل اللي في الجزيرة. والصراصير بتحتل بيت الياس ابو اليزابيث، وهم بيحاولوا يقتلوا الصراصير ولكن مفيش فايدة. وطبعا الياس هيضحي عشان بنته، وهيحبس نفسه في الحمام لأنه اتملى بالصراصير. وهنا هوبرد بتحاول تعطل ريتشارد وصاحبه لحد ما الكائن الغريب يكتمل نموه ويكبر. وزي ما قلت إلياس هنا هيضحي بنفسه ويدخل ويقفل على نفسه عشان الصراصير.